ازيكم يا جماعة؟ iOS 19 فاضل عليه حوالي أقل من 3 أسابيع، وآبل خلاص أعلنت بشكل رسمي مؤتمر المطورين هيكون يوم 9 في شهر 6 اللي جاي. يعني خلاص ناقص فعلا أقل من 3 أسابيع، وأول نسخة تجريبية من إصدار iOS 19 هتنزل في نفس اليوم بتاع المؤتمر بعد إعلان المميزات الرسمية والأجهزة الداعمة، ويعتبر إن ده أكبر تحديث لنظام ال iOS من وقت iOS 7. وأكيد كلكم عارفين إن في iOS 7 قد إيه التحديث ده كان ضخم وكبير، والتغيير فيه كان وقتها جذري، وفي iOS 19 هيكون بنفس القوة، وهيكون أكبر تغيير بنشوفه من حوالي أكتر من 10 سنين. وفي الفيديو ده هقول لكم على أكتر من 25 ميزة جايين في iOS 19. يلا بينا نخش في الموضوع على طول، يلا بينا. أول حاجة نتكلم في الأجهزة المدعومة في iOS 19، وهو ايفون 11 أو سلسلة ايفون 11 و12 لغاية 17. وفي تسريبات بتقول إن ايفون اكس ار واكس اس واكس اس ماكس هتدعم إصدار iOS 19، يعني أجهزة iOS 18 هي اللي هتكون مدعومة لiOS 19. طيب، كل ده تسريبات، وبالذات في نقطة إن الأجهزة المدعومة والأجهزة اللي مش مدعومة دي ما حدش يعرفه لغاية دلوقتي. أبل لسه هتعلن الكلام ده خلاص كمان أقل من 3 أسابيع وهنعرف الحقيقة كلها. ونيجي بقى لأول حاجة نتكلم عنها، وهي التصميم. كل حاجة في iOS 19 هتتغير حرفيا، من الواجهة لطريقة الاستخدام. كل حاجة هتكون جديدة علينا، وهيكون في شبه كبير جدا من نظام الفيجن او اس اللي هو نظارة ابل، يعني نظام التشغيل بتاع نظارة ابل. والتغيير ده مش هيسيب حتة في النظام الا لما يكون غير فيه الهوية بتاعته. يعني بنتكلم في كل حتة في النظام هتتغير حرفيا، وكمان مش بس في التصميم او الشكل، لا كمان التأثيرات بتاعته والتنقل، وحتى يعني وانت بتقفل اللوك بتاع التليفون هتلاقي تأثير جديد او انيميشن جديد، يعني حاجات جديده هتكون داخله علينا. عشان كده بقول لك ان التحديث ده هيكون اكبر تحديث من ساعه اي او اس 7 اللي هو بقاله اكتر من 10 سنين. وكل التسريبات بتقول ان الايقونات هتكون دائريه، بس بصراحه مش متوقع حاجه زي كده ان ده هيكون الشكل الاساسي يعني اللي قبل هتهتم. لكن من الممكن يكون في جزء خيار زي تخصيص الدارك مود زي ما بنعمل كده. لو دخلنا كده على الاعداد ده هتلاقي ان انت تقدر تخصص الدارك مود واللايت مود والكلام ده كله. نفس الكلام ممكن تلاقي هنا شريط زي ده كده تقدر تتحكم فيه الدائرية بتاعت التطبيق، أو تخليه للشكل الافتراضي بتاعه على حسب البار اللي أنت بتسحبه ده. كل ما تسحبه للآخر، وده تسريب ظهر قبل كده فعلا، إن ممكن التخصيص ده تقدر تعدل عليه براحتك عشان تخلي الأيقونات دائرية أو مربعة زي ما هي. كمان كل التطبيقات هتتغير، يعني اغلب تطبيقات الاي او اس ان ما كانش كلها يعني هيتعمل لها اعاده تصميم في اي او اس 19. واحد من اهم التطبيقات دي تقريبا كلنا عارفين وظهرت تسريبات عنه كتيره جدا، وهو تطبيق الكاميرا اللي ما اتغيرش من ساعه اي او اس 7 اصلا، ومن ساعه الايفون 4 لما كنت مشتريه. فطبيعي جدا ان هم يبداوا يغيروا، طالما هيغيروا من النظام كليا اكيد هيغيروا من شكل كمان تطبيق الكاميرا. وظهرت تسريبات كتيره ليه جدا، هيبقى شبه نظام الفيجن او اس، وكمان هيبقى فيه الكلام ده كله، مش هيبقى فيه الخطين دول او البارين دول. ليه بقى؟ عشان كل ده هيبقى شفاف، حتى الايقونات دي هتبقى شفافة عشان ما تحجبلكش رؤية التصوير وانت بتصور. يعني كل حاجة هتكون يعني مظبوطة ظابطة تمام. كمان الايقونات دي هتبقى شفافة وزجاجية، وكمان مدية لمعة كده جميلة جدا. بيقولوا كمان ان انت على حسب ما بتحرك الايفون كده اللمعة دي بتتحرك معاك، يعني بتديك التأثير الزجاجي حرفيا أكن في ضوء نازل عليه. كمان الشكل هيكون 3D، يعني شكل مختلف تماما عن الشكل الحالي اللي احنا بنتكلم فيه. كمان تطبيق الكاميرا هيكون بيدعم الذكاء الاصطناعي، ودي ميزة غريبة جدا ان هم هيدمجوا الذكاء الاصطناعي بتطبيق الكاميرا نفسه، بحيث ان انت لو في رؤية تصوير مظلمة مثلا، فهو هيديك اقتراحات ان هو يطلع لك افضل رؤية او افضل جودة للصورة او للفيديو عامة. مش بس كده، كمان في ظهر التسريبات بالنسبه لتطبيق الكاميرا انه هيدعم تصوير الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه مع بعض. يعني هكون قادر تصور الصوره الواحده في نفس الوقت بالكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه. بيقولوا ان الميزه دي هتكون حصريه على ايفون 17 او سلسله ايفون 17 عامه، بس ما اظنش هتبقى حصريه اول ما ينزل، بس بعديها بكام اصدار هتلاقي نزل لجميع الايفونات عادي. نفس فكره تسجيل المكالمات لما كانت حصريه على الايفون 16 وال15، ونزلت لجميع التليفونات بعديها باصدار على طول. كمان التطبيقات هيبقى فيها زرار او شريط عائم كده، هيبقى جميل قوي، يعني شكله كده برضو الشفاف اللامع ال 3D والكلام ده كله.
بس هيبقى شكله جميل جدًا، خصوصًا في تطبيقات زي الApple Music أو الApp Store أو سفاري. الكلام ده قبل كده شُفناه في iOS 15 في النسخة التجريبية. كنا شايفين سفاري زي ما أنت شايف الصورة اللي قدامك دي، عارضة إن سفاري كان زي ما أنت شايف كده الشريط عايم كده، يعني محطوط في نُص الشاشة كده وشكله جميل جدًا، زي ما يكون إن Apple كانت مخططة للكلام ده من الأول بكتير، كان عندها نظرة مستقبلية يعني. نفس الكلام في بقية التطبيقات هتبقى كده، ودي يعني حاجة شبيهة باحاول أورّيها لكم تكون نازلة في iOS 19. حسب كلام مارك جورمان هيكون في طريقة جديدة للتفاعل بين التطبيقات، وطريقة جديدة للتنقل في النظام في iOS 19. يعني التفاعل ما بين التطبيقات هتقدر حتى السلاسة ما بين التنقل ما بين التطبيقات، اللي أنت تخرج من تطبيق وتخش تطبيق تاني، هيبقى تأثيرات جديدة يعني. مش بس الشكل اللي هيتغيّر أو الهوية بتاعة الiOS، كمان التأثيرات والتفاعل وحتى أصوات جديدة للنظام زي أصوات في الlocal screen، وكمان الanimation أو التأثير بتاع فتح الموبايل أو قفل الموبايل. كل ده هيبقى فيه تخصيصات كبيرة جدًا في النظام. كمان الlock screen هيحصل عليه تعديل جديد، إن أنت أمّا تيجي تقفل الlock screen بتبقى عندك الويدجات دول أو الاتنين دول اللي أنت زي ما أنت شايف تقدر تعدل عليهم، هيبقوا مدّيين الطابع الزجاجي أو اللامع ده اللي بيبقى مدّي لمعة. وكمان بيقول إن تسريبات إن أنت أمّا بتحرّك الموبايل أي اتجاه، اللمعة دي بتتغيّر معاك، يعني بتلاقي اللمعة مثلًا بتلاقيها بتتحوّل معاك على حسب الاتجاه اللي أنت فيه. بيدّيك تأثير كده أكن في إضاءة جوّه الموبايل، والأيقونة دي فيها إضاءة، يعني بيدّيك إضاءة إن هي عاملة زي إن الحاجة دي مش صورة ثابتة عامةً، عاملة زي الفيديو كده live. كمان في تغييرات في البطارية وفي ميزتين جامدين أوي. أول ميزة إحنا عارفينها وسمعنا عنها كتير وكانت المفروض تنزل في iOS 18، وهي النسبة المتبقية للشحن اللي هي Battery Intelligence. الميزة دي المفروض كانت تنزل في iOS 18 في تحديثات iOS 18 يعني، والأكواد بتاعتها كانت ظاهرة في iOS 18، بس للأسف ما نزلتش لغاية دلوقتي. المفروض كانت تنزل في iOS 18.4، ما نزلتش فيه ولا في iOS 18.5. الميزة دي اترحلت لiOS 19. الميزة دي بتقدر تحكم لك إن الموبايل بتاعك هيبقى ناقص له قد إيه عشان يكتمل الشحن بتاعه. يعني مثلًا على حسب النسبة اللي أنت فيها، مثلًا لو 20% يقول لك مثلًا ناقص 40 دقيقة عشان يوصل ل100%. كمان آبل هتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تدير صحة البطارية بطريقة ذكية، وتحسّن كمان من أداء البطارية والعمر الافتراضي ليها. يعني مثلًا لو أنت بتلعب على الموبايل أو بتستخدم الموبايل كgaming، هيقدر يوفّر لك أكبر فترة ممكنة الموبايل يقدر يقعد معاك، ويلغي لك حاجات في الخلفية عشان الموبايل ما يفصلش منّك بسرعة، والموبايل ما يسخنش كمان. يخصّص لك كمان ده يقدر يدّيك أداء عالي في الألعاب وفريمات عالية وكمان استقرار أكتر للنظام. غير كده لو أنت استخدامك خفيف هيقدر يفهم سلوكك لاستخدام الموبايل، وبرضه المهم إن هو بيوفّر لك أطول فترة ممكنة إن الموبايل يفضل قاعد معاك، سواء أنت بقى بتستخدمه gaming تصوير، استخدام عادي social media والكلام ده كله. موبايل هيقدر يوفّر لك بميزة إن الذكاء الاصطناعي أمّا تندمج في البطارية هتبقى حاجة جميلة جدًا. كمان هتوفّر في الطاقة، وكمان هتطوّل في عمر البطارية. ودي الميزة اللي قُلت عليها، مع كمان الشريحة الجديدة من آبل اللي هي المعالج الجديد اللي هينزل في iPhone 17، فدي حاجة هتبقى جامدة جدًا. وهنشوف عظمة ببطاريات iPhone 17 وكمان تحسينات لبطاريات الموديلات اللي قبليها زي iPhone 15 Pro، Pro Max وأنت طالع. كمان في ميزة لأصحاب الإيربودز والتسريب ده يعني منتشر أوي، وبالذات إيربودز برو 2 هيكون فيها ميزة الترجمة الحية. يعني إيه؟ يعني مثلًا أنت بتتكلم بالعربي وأنت بتكلم واحد أجنبي، فأنا باتكلم أهو، الكلام بيوصل له في الإيربودز وهو حاططها في ودنه، بتوصل له باللغة الأجنبية بتاعته، وهو بيكلمني بالأجنبي وأنا حاطط الإيربودز الكلام بتاعه بيوصل لي باللغة العربية. فدي ميزة جميلة جدًا خصوصًا في السفر والكلام ده كله، هتساعد ناس كتيرة جدًا. والصراحة هتبقى ميزة جميلة ومفيدة أوي في السفر أو في بلد أنت مش فيها خصوصًا بلد أجنبية. كمان ميزة جميلة في الWiFi إن أنت لو متصل بجهازك اللي هو ده بشبكة WiFi، فلو معاك ساعة أو معاك iPad أو معاك iMac، أوتوماتيك طالما الأيفون اتصل بشبكة الواي فاي دول، هتلاقي الساعة اتصلت لوحدها وكمان الأيباد والأيماك. بس أكيد الميزة دي لازم يكون ليها شروط، يعني مش أي موبايل في البيت أيفون هتلاقي كل الأيفونات اتصلت، لازم يكون مرتبط بنفس حساب الأي كلاود أكيد، أو يكون من ضمن العائلة اللي في الأي كلاود.
يعني يكون من ضمن افراد العائله عشان الميزه دي تتطبق على الايفونات بتاعتك. يعني لازم الحسابات تكون مشتركه مع بعض او بنفس حساب الشخص ده على الاجهزه دي. فبكده هتلاقي الايفون اتصل، الساعه اتصلت على طول بمجرد اللي انت اتصلت بالايفون، بدل ما تخش الساعه وتعمل كونكت وتخش على الايماك وتعمل اتصال وتخش على الايباد وهكذا. على طول بموبايل واحد على طول بقيه الاجهزه هتتصل اوتوماتيك. كمان الميزه اللي شايفها هتبقى جامده قوي مستقبليا، ان ابل هتسمح للمطورين ان هم يدمجوا الابل انتليجنت في تطبيقاتهم، خصوصا تطبيقات الطرف الثالث. فاحنا بنتكلم مطورين يعني تطبيقات طرف ثالث زي الواتساب، الفيسبوك، الكلام ده كله. وده هيخلي في تناغم جامد قوي ما بين الايفون والتطبيقات دي، خصوصا لو انت بتكلم سيري ان هي تعمل لك اداء مهمه مثلا معينه في الواتساب، في الفيسبوك، في اي تطبيق من تطبيقات الطرف الثالث. هتبقى حاجه جميله جدا وفي تناغم جامد. وكمان مزايا الذكاء الاصطناعي هتشمل تطبيقات كتيرة مش بس تطبيقات معينة. بتكلم عن تطبيقات ابل نفسها زي الصور، الملاحظات، الكلام ده كله. لا، هتشمل تطبيقات كتيرة جدا زي الكاميرا، زي الاب ستور، زي الميل، زي وهتبقى بشكل اكبر من دلوقتي، مش بدائي زي دلوقتي. يعني هتبقى الذكاء الاصطناعي هيبقى شامل في الايفون بطريقة كبيرة جدا عكس دلوقتي. سيري كمان هتيجي بميزات كانت المفروض تبقى موجودة في iOS 18 بس يعني ما حصلش نصيب، زي ان هي مثلا تعرف عليك وتتعلم منك حاجات كتيرة. وكمان سيري تقدر تنفذ اوامر داخل التطبيقات وتفهم انت عايز ايه او طريقة استعمالك للايفون عامة. وحاجات كتيرة جدا متعلقة بالذكاء الاصطناعي وكمان بطريقة استخدامك للتليفون. عن طريق الذكاء الاصطناعي سيري هتفهم انت عايز ايه على طول وتفهم طريقة استخدامك للايفون. وكل ده بيختلف من شخص للتاني. كمان في ميزه جامده قوي هتبقى اسمها ستيج مانجر، هتتوفر في الايفونات في اي او اس 19، ودي ميزه هتبقى رهيبه جدا. الميزه دي باختصار تعالى كده نشرحها، وهي انك لما توصل الايفون بتاعك بشاشه خارجيه عن طريق اليو اس بي سي هيتحول لايباد حرفيا. يعني تقدر تعمل كذا حاجه في نفس الوقت، زي ان انت تفتح كذا تطبيق في نفس الوقت. يعني تقدر تعمل كذا مهمه في نفس الوقت، زي اكنك كده ماسك ايباد. تقدر تفتح تطبيق النوتس مع تطبيق سفاري، او اليوتيوب مع النوتس، او تفتح حاجه معينه مع حاجه معينه في نفس الوقت. بس يعني للاسف الميزه دي مش هتكون متاحه غير لما توصل الايفون بشاشه خارجيه عن طريق اليو اس بي سي. لكن الميزه دي يعني تقسيم الشاشه والكلام ده كله مش هيحصل غير اما يكون الايفون متوصل بشاشه خارجيه. وللاسف يعني دي المعلومات او التسريبات المؤكده عن الموضوع ده. بس يعني اما بتوصل كمان الايفون بالشاشه الخارجيه هتلاقي واجهه الايفون اختلفت خالص عن واجهه الاي او اس عامه بتاع اي او اس 19. هتلاقي تخصيصات كتيره واعدادات كتيره مش موجوده في الاستخدام العادي للاي او اس. نيجي بقى للفقرة الأخيرة والمميزات اللي أبل أعلنت عنها من أسبوع، وهي مميزات إمكانية الوصول اللي هي تسهيلات الاستخدام اللي إحنا ساعات بنحتاجها، اللي هي تسهيلات الاستخدام دي. عامة أبل أعلنت عن كام ميزة، تعالى كده أقولهم لك. أنا قبل كده شرحتهم في فيديو قبل كده بالتفصيل، بس تعالى أختصرهم لك على طول في دقيقتين كده على طول عشان الفيديو ما يكونش طويل. أول ميزة معانا وهي الأصوات في الخلفية، هيضاف ليها إعدادات الأكولايزر. والاعداد ده ان انت تقدر تغير مثلا صوت الاصوات في الخلفيه، مثلا تقدر تعدل عليها تخليها ديب راب والكلام ده كله. ده اسمه الاكيلايزر، وتقدر تعدل عليه براحتك وتشوف انت ايه الاعداد اللي انت مناسب ليك او اللي انت بتفضله. كمان هتقدر تحدد وقت معين عشان الاصوات في الخلفيه دي تقفل. مثلا انت نايم عايز يقفل بعد ساعه من النوم، فانت بتحدد الوقت معين عشان الاصوات في الخلفيه دي تقفل، بدل ما هي بتشتغل زي دلوقتي على طول وملهاش ميعاد معين او تفصل فيه عامه يعني. تاني حاجة ابل اعلنت عنها او تاني ميزة الصوت الشخصي. دلوقتي الايفون هيتعرف على صوتك في اقل من دقيقة خلال 10 جمل، عكس دلوقتي انت لو دخلت عملت الصوت الشخصي عشان يعمل صوت شبيه ليك هيحتاج اكتر من 200 جملة عشان يقدر الايفون يخلق صوت نفس الصوت بتاعك، ويقدر تستخدمه انت في اي جملة او اي كلمة تبقى بصوتك انت على طول من غير ما انت تتكلم. فالايفون هيقدر عن طريق الذكاء الاصطناعي في اي او اس 19 اللي هو خلاص الميزه دي اتعلن عنها خلاص اصلا رسميه دلوقتي موجوده، ان هو عن طريق 10 جمل بس خلاص الايفون هيقدر يولد صوت زيك او نفس صوتك بالظبط عن طريق 10 جمل، يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي وال 10 جمل دول فقط. كمان ميزه تتبع العين وتتبع الراس، هيكون اعدادات جديده زي التبديل والاختيار. والميزه دي يعني هتساعد ناس كتيره جدا بتواجه صعوبه في استخدام الايفون، ومن ضمنهم ذوي الاحتياجات الخاصه. كمان ميزه الاهتزاز او الفايبريشن، دلوقتي احنا عارفين ان احنا لما بنشغل اغاني عن طريق الابل ميوزك مثلا لو مشتركين فيه، دلوقتي لما بتشغل اغنيه بيحصل فايبريشن مع الاغنيه والنغمه والمغني. دلوقتي تقدر تخصص الفايبريشن ده يشتغل سواء مع المغني فقط او مع الموسيقى فقط او مع الاثنين عادي زي دلوقتي.
كمان ميزة التعرف على الأصوات، يعني لو حد بينادي عليك مثلًا أحمد، اسمك أحمد مثلًا، فحد كذا مرّة ينادي عليك وأنت ما خدتش بالك، فالأيفون بيدّيك تنبيه إن في حد بينادي بالاسم بتاعك، اللي هو مثلًا فليكن أحمد. كمان الCarPlay حصل عليه إضافات جديدة في تسهيلات الاستخدام، إن هو دلوقتي هيعرض لك النصوص بشكل أكبر وكمان بخط bold يعني عريض. كمان مش بس كده، كمان لو في صوت طفل في العربية أو صوت بكاء طفل مثلًا، الأيفون هيقدر يتعرف عن طريق ميزة الCarPlay إن في صوت طفل أو صوت كلاكس أو صوت إسعاف، هيقدر الأيفون يدّيك تنبيهات الحاجات دي كلها. كمان الميزة الجميلة جدًا إن أنت إعدادات تسهيلات الاستخدام دي دلوقتي بضغطة زر تقدر تنقلها أو تشاركها لأي أيفون، مثلًا لو مستلف أيفون فالناس الصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة بيواجهوا مشاكل في استخدام الأيفون، فمثلًا لو هو استلف أيفون ومعاه الأيفون بتاعه يقدر ينقل إعدادات تسهيلات الاستخدام اللي هي بتسهل له استخدام الأيفون على طول، بدل ما هو هيخش وأكيد مش هيعرف يعمل كده ويعمل الإعدادات بنفسه مش هيقدر، فبيقدر يشاركها على طول للأيفون ده، والإعدادات على طول بتطبق بشكل مؤقت عشان يقدر يسهل عليه استخدام الأيفون ويقدر يستخدمه على طول في الفترة المؤقتة دي. كمان هيكون في قارئ نصوص في النظام كله مش بس للمواقع، يعني عارفين في اليوتيوب اما بنيجي نشغل فيديو بتلاقي الكلام ده او الكلام اللي انا بقوله ده بيظهر في الفيديو تحت كده، بتلاقي كده زي ترجمة كده. نفس الكلام ده هيحصل في تطبيق الصور او اي مكان في الايفون بيظهر فيه مقطع صوتي او فيديو، تقدر تفعل الميزة دي وتظهر لك النصوص او الكلام اللي بيتقال في الفيديو ده على طول. كمان متجر الاب ستور هيعرض لك معلومات او المزايا اللي بيضيفها التطبيق ده زي الاهتزازات ومزايا كتير جدا، او التطبيق ده بيوصل لمزايا في النظام او في الايفون هيقدر يعرض لك ان التطبيق ده مش بس الخصوصية والامان، لا كمان هيعرض لك المزايا اللي التطبيق بيقدمها ليك قبل ما تنزله. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ودي كانت اكتر من 25 ميزة جايين في iOS 19 ومنهم المميزات الرسمية اللي حصلت في تسهيلات الاستخدام. قول لي ايه اكتر ميزة عجبتك او مستني تشوفها في iOS 19. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. اشوفك الحلقة الجاية، سلام.